يحكى أن رجلا كان متزوجا بامرأة منذ زمن طويل، وكانت زوجته لا تنجب، فقالت له يوما: لماذا لا تتزوج بأخرى؟ لعلها تنجب لك أبناء يحيون ذكرك. فأجابها الزوج قائلا: لا يا حبيبتي، ستنشأ بينكما المشاكل والغيرة. فقالت له الزوجة: لا يا زوجي الحبيب، أنا أحبك وسأقدر زوجتك، ولن تحدث بيننا أي مشكلات. فوافق الزوج على نصيحتها وقال لها: سأسافر وأتزوج امرأة من غير هذه المدينة حتى لا تحدث بينكما أي مشاكل. سافر الزوج ثم عاد إلى مدينته ومعه جرة كبيرة من الفخار، قد ألبسها ثياب امرأة وغطاها بعباءة وخصص لها غرفة. ثم أخبر زوجته بأن تنظر إليها من بعيد وهي نائمة دون أن تقترب منها، وقال لها: ها أنا قد لبيت نصيحتك وتزوجت من هذه المرأة النائمة أمامك، دعيها تنام هذه الليلة لتستريح من السفر، وغدا سأقدمها لك. وذهب إلى عمله، وعندما عاد من العمل وجد زوجته تبكي، فسألها: لماذا تبكين؟ فأجابته: إن هذه المرأة التي جئت بها شتمتني وأهانتني، وأنا لن أتحمل هذه الإهانة. استغرب الزوج وقال: أنا لا أقبل بإهانة زوجتي، سأريكم ما سأفعل بها. ثم أمسك عصا غليظة وضرب الجرة على رأسها بقوة، فانكسرت. حينها اكتشفت الزوجة الحقيقة، وذهلت من المفاجأة، واستحت من كذبها. فسألها الزوج: لقد أدبتها، هل أنت راضية الآن؟ فأجابته: لا تلمني يا زوجي الحبيب، فالضرة مرة ولو كانت جرة.